بركة بازار سوق تم افتتاحه في الموصل بدعم من المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات المحلية في المدينة، وذلك بهدف إحياء سوق الموصل القديم ودعم أصحاب الحرف اليدوية وعرض المنتجات والأعمال اليدوية. أقامت مجموعة من المتطوعين في مدينة الموصل بتنظيم سوق تحت مسمى بركة بازار بدعم من المنظمة الدولية للهجرة وجهات ذات صلة في المدينة، وسط إقبال كبير من المواطنين، حيث يفتح البازار بشكل أسبوعي أمام أهالي الموصل. نحن مبادرة بركة بازار بإقامة هذا السوق الأسبوعي فيه عرض للأعمال اليدوية والتراثية الخاصة بمدينة الموصل. هذا السوق يقام أسبوعيا كمبادرة لإعادة إحياء هذه المنطقة. هذه المنطقة تم دعمها بتمويل ودعم من منظمة IOM منظمة الهجرة الدولية لغرض إعادة إحياء روح هذه المكان وإعادة الحركة فيه بعد تعرضه للدمار سابقا من آثار الحروب. هذه المنطقة كانت سابقا هي مركز تجاري، وبعد تعرضها للدمار أصبحت شبه ميتة. ما شاء الله نشاهد العودة للحياة بصورة كبيرة. مشاركون في السوق أكدوا أن الهدف من هذه المبادرة هو إحياء سوق الموصل القديم، فضلا عن توفير مساحة لأصحاب الأعمال اليدوية التقليدية لعرض منتجاتهم وبيعها وتحسين وصول أصحاب الحرف اليدوية إلى الأسواق. نحن جينا اشتركنا في بركة بازار. الهدف من هذا البازار هو إعادة الروح إلى المدينة القديمة في الموصل بعد الدمار تعرضت له قبل سنوات، والحمد لله الحياة رجعت وده ترجع يوم بعد يوم أفضل وأحسن، والحمد لله الإقبال كله جيد يعني مرة عن مرة. وأنا أشتغل كنفاس أكريليك على كنفاس. مدينة الموصل غابت عنها فعاليات فنية كثيرة من ضمنها الصناعة اليدوية. البازار هذا اللي احنا حاضرين به أكثر البازار هذا صناعات يدوية محلية تحوي عدة أشياء تعنى بتراث وتاريخ مدينة الموصل. مدينة الموصل مرت بظرف جدا صعب بالحرب مع عصابات داعش، وتدمر بها أكثر الأشياء التراثية والحضارية اللي تعني بتاريخ مدينة الموصل. إقامة هكذا فعاليات ونشاطات في الموصل من شأنها أن تكون عاملا مهما للتطور والازدهار فيها، لأن المدينة تعرضت للكثير من الدمار الذي خلفته عصابات داعش الإرهابية إبان سطوتها على المدينة، ما يستدعي تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بها مرة أخرى في مختلف المجالات.